السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله بحلقة رقم 13 من دبليو اي سوبر كارد. معكم اخوكم نوتا. اليوم طبعا بداية حدث الرود تو جلوري، لكن في شيء اهم بكثير من الرود تو جلوري اليوم. زي ما وعدتكم انا قلت لكم انه يوم الخميس ان شاء الله راح تكتمل عندي الماني ان ذا بانك، يعني بعد 35 يوم من التجميع اخيرا وصلت 19196. يعني باقي لي 4 نقاط بس، او 4 كونتراكت، وان شاء الله اوصل 19200. يعني اقدر اجيب يا بروك يا جولبرغ. طبعا انا قبل بداية الحلقة سويت تصويت بالتويتر وسويت تصويت بالانستغرام عن هل تقترحون علي اخذ جولدبرغ ولا بروك. فتقريبا اللي صوتوا 50 واحد تقريبا بالتويتر والانستغرام كلهم، فاكثر الاصوات راحت الجولدبرغ، فلذلك ابى اشتري جولدبرغ. لكن خلونا نلعب اللعبة هذه وناخذ جولدبرغ ونجربه على تشكيلتي. انا متحمس لوين بيوصلني. احساسي انا انه ما راح يطلع عن السمر سلام طبعا، لكن ما ادري كم السمر سلام، زائد ولا زائدين ولا كم. ليش ما يلعب الحين؟ شو المشكلة؟ الو؟ يا ولد، واو، ايش فيه؟ يبدو اللعبة كان فيها تصليحات. يعني هالوقت مسكت تسوون تصليحات؟ بس خلونا نلعب مرة بس. ايوه، حلو 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 حلو، حلوين. طبعا لو وشو، لو ما لو اهزن لو شيء، بس هي كلها 4 بس. كونتراكت مدري ايش يسمى ذا، وحنا وضعنا بالسليم. 3 عم يجي لي واحدة بس، ولا بر اي شيء، بس خلونا نخلص. بعد 35 يوم من التجميع، واخيرا آه، بديت التجميع بداية الحلقة الأولى. الحين حنا بحلقة 13 واكتمل التجميع. الحين لي 35 يوم تقريبا فاتح قناتي الجديدة هذه، فمن بدايتها أنا بديت التجميع. يلا يا جماعة خلونا ننهي بس الموضوع. وطبعا راح يرفع مستوى التير عند تيم نوتا. راح نوصل ان شاء الله هاردند بعد ما يدخل جولدبرغ التشكيلة. راح نوصل ان شاء الله هاردند. حلوين، 19208. اللحظة التاريخية اللي انتظرناها طويلا. بسم الله. سبند كونتراكت. بسم الله حبيبي. خلنا ناخذ صورة لحظة حبيبي. وهذا جولدبرغ اخيرا. الحين هو قبل ما اطوره ابد، ها، وهو اقوى واحد عندي الحين، اقوى واحد بتشكيلتي كلها، هو حتى الان ما طور ولا حبة. آه هذا اول بطاقة بالنسبة لي سيزون 3، واقوى بطاقة باللعبة كلها. فشوف الكونتراكت 8 بس باقي. الحين خلونا ندخل بالتيم. طبعا تيمي فيه اعضاء كثير دخلوا جدد. ان شاء الله قريبين نوصل الهاردند. احنا الحين سمر سلام زائد وعلى الاخر طبعا. هذول الاعضاء، نحيي الاعضاء الجدد بالتوفيق لهم. بسم الله. الحين خلنا ان نضيف اديت. لا ليش اديت ماي تيم كاردز. ايوه كذا كذا. جولدبرغ. طبعا انا مخطط اني
اطوره على طول مرة واحدة بحد الليجندري عندي هنا. مثلا سيث، لا لا اخطأنا، ما ادري يكفي ولا لا. 27 بس. لكن الحين لو نشيك على التير حق التيم برضو لسه، يعني في احتمال انه ما يكفي، يعني في احتمال ما راح ناصل هاردن. خلينا نكمل ونشوف. edit team cards. ناخذ سيث ولا سيث، يلا. ما تدري هذا ستينج ما نحتاج هذا، ولا مميز، يعتبر هذا مميز لذلك بخليه سيث. وصل 35. وش وضعنا الحين؟ شكله ما راح يمدينا، ما راح نوصل للأسف، لكن قربنا على ما قال. يوم 28 إن شاء الله راح يجينا بطاقة الهاردن كلنا اللي باللوجن بونس هاردن. وين أروح أنا الحين؟ أيوة، لا لا مو بينا. إذا التيم كاب نكمل. تريبل اتش مع السلامة. واو، حتى الآن ما امتلأ. 3 ليجنديري برو حتى الآن ما امتلأ. طبعا خلنا نملي هذا، عنده 8 نقاط. لا، هنا 120، هنا 120 برضه، ببقي 2. هنا هنا، لكن نكمل بعد. مرة نجيب واحد من اللي ليجندري بدون برو. 43 مرة واحدة بس، كذا بيصير 45. نكتمل بشكل كامل. حلوين. تيمنا حتى الآن سمر سلام للأسف. تيمنا ما زال سمر سلام. يب. يمكن نحتاج انه يوم 28 ان شاء الله عشان نوصل سمر سلام، يعني قبل بداية الحدث الجاي، حدث التيم، راح ان شاء الله نوصل هاردنت، هو يوم 28 ان شاء الله. ان شاء الله بيساعدنا اننا نوصل هاردنت قبل بداية الحدث الجاي، حدث التيم. الحين خلونا نرجع لموضوع لا لحظة، قبل ما نرجع لموضوع ار تي جي، ودي اشوف اذا دخلته بتشكيلتي كم ما وصل. لحظة، ادخله هنا ولا هناك بالوايلد؟ بدل كامارا وسمر سلام. سمر سلام زائد 1. طيب لو ادخله بالوايلد، اضعف واحد هنا جولدبرغ، برضو سمر سلام زائد. بعد هنا نقوي شيء، سمر سلام زائد للنهاية. خلونا نلعب رانكت نشوف. راح تجينا بطاقة شو اسمه سمر سلام الحين، عشان وصلنا تير سمر سلام. looking for opponent. يلا يا جماعة. راح افوز اكيد، لانه واحد مستوى عالي والباقيين تحت، صعب تفوز بهالطريقة. That's how you do it حبيبي.
فزنا بالثلاثة بعد. الشاشة. أمس فزت مع الشاشة بالشكل الجديد. أمس فزت بالكينج اوف ذا رينج راسلمينيا النهائي مرة ثانية. كنت بنزل النتائج بالحلقة هذه، لكن كنت بصير زحمة الموضوع، لذلك نزلت بس بالانستغرام بس. طبعا اللي جاني ألبرتو وديفا، نسيت اسمها صراحة. اللي متابعيني بالانستغرام شافوها أمس. فروزن، اسمه فروزن، والشاشة فروزن، الشاشة ثلجت. ليت بس معك يا الضيف. أوه. رحنا فيها. يلا يا جماعة اعطونا، خلونا نخلص. الوايلد كارد، الوايلد مود، لو العب فيه هل يعطوني البطاقة الجديدة ولا لا؟ انا ما ادري، ما جربت. مرة جربت انا بحساب الثاني ولا نفع الموضوع، لكن اول ما بديت انا بعد ما جمعوا العابي بالموسم الاول والموسم الثاني اعطوني بطاقات هدية. فتفكيري انا كان انه عشاني وصلت مستوى اعلى، لكن بالحساب الثاني وصلت وحاولت بالوايلد بولد ما طلعت لي ورقة التير الجاي. فهمتوا شيء؟ عموما اللي فهم فهم، اللي ما فهم بسرعة يا جماعة خلصونا، ودنا نشوف بطاقة السمر سنام الهدية. برضه هزيمة. يلا يا اخوان. طيب لو العب بالار تي جي، روح نلعب بالار تي جي، اطلع لي ولا لا ما ادري. المهم ار تي جي ما بدي ما اشتغلت حتى الان. طبعا في شيء حلو بالار تي جي انه رومان موجود، يعني برو، اول برو رسلميني ان شاء الله، فهذا خبر جيد. مجمع 7 حتى الان، 7 تايتل ماتش. جمعها خليها بعدين اذا بديت اخذ على واحدة تفيدك اكثر ذيك الوقت. طبعا دي بطاقات كثيرة بتشكيلتي تحتاج تطوير، مثل هذه مثلا، شوف برو، مع ذلك ما طورتها بعد صفر. ناكامورا ما طورته حتى الآن كامل، يعني تورك بسرعة. أمس بعد شيء ثاني، فيوجن راسلمينيا خلصت ترابل اتش، بعد ما طورته. هذه اللي جتني أمس بالكينج اوف ذا رينج، ولا طورتها حتى الآن. جتني بطاقات كثيرة بوقت قصير، فما أمداني أطورهن كلها. لكن الأحداث هذه فرص إنك تطور بطاقاتك، خصوصا ال RPG. هذا اللي جاني أمس لحظة، جاني أمس بالكينج بدري الفيوجن راسلمينيا.
بوم. هذا تربل اتش، ما طورت 0 من 5 اتش جي. تذكرون أول حدث ار تي جي بالقناة هذه بالموسم الثالث؟ كنت وقفت أنا عند سرفايفر 35. بعد سرفايفر 35 بديت ألعب على واحدة، والآن أفوز بسهولة وأنا واصل سرفايفر 35. ايش في وجه. 30 أو 35. أعلق ذا، تحمست يا حبيبي. مطولين شكلهم. خلنا أوريك تشكيلتي بالريكدام روت جلوري. التشكيلة جو معنا أشخاص كثير، شو اسمه، بطاقات كثيرة سمر سلام. الحين عندي 5 بطاقات سمر سلام. عندي هذا ما طور يحتاج تطوير، هذه ما طورت تحتاج تطوير، هذه ما طورت تحتاج تطوير. ايش بعد؟ حتى في بطاقات كثيرة رسلمينيا جاتني ما طورت حتى الآن. عندي تقريبا 14 بطاقة الحين رسلمينيا، كثير منها ما طورت حتى الآن. نرجع. لكن والله كنت متوقع أنا بعد جولدبرغ التيم راح يوصل شو اسمه، راح يوصل هاردند بسهولة، لكن الموضوع يحتاج أكثر. حبيبي ينزو أخذه من لوجن بونس. ما شاء الله حتى ما طولت وقاعدة تكسر الروس. ناكامورا، لوك، الصفر هالمرة عاد. الصفر حبيبي. 12-0. 9 عاد يمدينا إن شاء الله. حبيبنا ذراك، حلو حلو حلو. ذراك مشهور بالكاريزما. 2000 واصل. أخيرا جتنا البطاقة السادسة السمر سلام. حبيبنا عدت ندخله بدال وين حبيبي. هذا روك. أسبب إني أدخله فيه ناس يقول منه حتى لما طورته
اني حتى ترابل اتش نفس الشيء حطيتهم عشان ما انسى اطورهم، بس حطيتهم بالتشكيلة. لو حطيت اوتو فيل راح يروحون من التشكيلة كلش. اتوقع راح يكون اقوى من ذولا كلهم ذا روك طبعا، اقوى من باقي السمر سلام الموجودين عندي، ما عدا فيوجن طبعا شيء ثاني ذا. من وين؟ ما نحط انزو مو ناكامورا. شكله بعد الصفر حتى الآن. صفر كم النتيجة؟ 7-2. هنا هذه أول مشاركة ذا روك، بيض الوجه يا ذا روك. أربعين. نلعب بس لعبتين بعدين ننهي، وإن شاء الله بكرة راح أنزل، بكرة أو بعد بكرة، بكرة الجمعة والسبت أو الأحد على نهاية الحدث راح أنزل حلقة ثانية عن الحدث برضو. طبعا ما راح أتعدى السمر سلام زي الحلقة زي الار تي جي اللي راح، ما أتوقع إني راح أتعدى السمر سلام، لكن إذا تعديته راح يكون حلو لأنه صعب والله. أم، بس 6-1. That's how you do it. 7-1. 8-1. 9-1. 10-1. 11-1 برضو. 10-2. 45. تخيل يجيني بطاقة سمر سلام ثانية. نهاية الماتش حلو، عندي 8 الحين نهاية الماتش.
فين طلعني؟ اتوقع اقف بنص الرسلمينيا، ابدا العب على واحدة واحدة واحدة. That's how we do it. حتى الآن سهلين. إن 5-1. 5-1. 6-1. 7-1. ما في منافسة. ثمانية واحد. الجديدان يلعبون جنبا إلى جنب. انهزموا. توهم يبيلهم انسجام مع الفريق عشان يقدروا يأدون. وفزنا كم؟ 9-2. وهذه 50. باقي لي 15. 25 من 15 على وأجيب السرفايفر. هنا. وهذه كانت نهاية الحلقة. أتمنى الحلقة نالت على إعجابكم ورضاكم. إذا عجبتكم الحلقة سووا لايك وانشروا الحلقة وردوا بالتعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.